Yeah. Holla if you hear me. Yeah. حياكم الله مشاهدينا من جديد. استضيف معي الاخ عبد الرحمن. كيف الحال يا اخوي عبد الرحمن؟ ان شاء الله طيب. الله يخليك. عبد الرحمن، حسب ما عرفت انك انت صاحب ورشه، صح ولا لا؟ صحيح. وبديت هالهوايه من الورشه ولا بادي فيها من اول؟ لا والله كان اول لي تعديلات سابقه، كانت سيارات شباب. فانا اكتشفت اني اهدر مواهب. انك اهدر مواهب. يعني انا اصلح الشباب، المفروض اني يعني تكون فيني انا. انت الفائده هذه تكون فيني انا. طبعا طورت اكثر من كذا. فشريت السياره هذه ان فيها ميزات معينه، يعني ما فيها سيستم الكتروني ولا فيها شيء، يعني ما انت خسران اكثر من انك تتعب في مجال الالكتروني يعني اكثر. فما شاء الله يعني السياره هذه يعني لها نقطه يمكن ما يفهمونها كل المعدلين هنا. وش يعني؟ ان نقطه السيستم الالكتروني، ما فيها سيستم الكتروني يعني تخاف عليه يعني. او انه سفتي، يعني نظام سفتي فيها انه راح يحكمك او انه راح يمدك، يعني يعطيك طريق ثاني. فانا الحمد لله السياره هذا اخترتها بقناعه يعني. طيب، وعارف كل شيء فيها، يعني لدرجه اني انا حافظ الكتالوج حتى المسمار حافظ. ممتاز. قبل ما ندخل في تفاصيل السياره، ايوه، انت تقول انك اخذت الموضوع يعني بعدين صار بزنس عندك، صح؟ اي صار. صرت انت تسوي السيارات، تعدلها، ترهمها، صرت تبيع سيارات الشباب؟ لا ما كنت يعني ما توجهت، لان ما عندك راس المال يعني. هذا لازم تشتري سياره يكون لها هوايه والشباب يعني يحبونها. يعني صعب انك انت تلزم الشباب بسياره معينه. صعب هذا، يعني لازم تكون عندك انت ثقافه عاليه، تعرف الشارع، تعرف اللي يكون مثلا وش يحبون الشباب. فكل واحد له ذوقه، يعني في ناس الحين يشوفون سيارته يقول السياره هذه ليه سياره ثانيه، ما يدرون دعوه تعديل. الابداع في التعديل، يعني يكون الحين لو تدور مثلا بالمعرض هنا يمكن ما تحصل احد زي الابداعات اللي مسويها انا. وش معنى يعني؟ انا يعتبر التعديل هذا مثلا الاول بالمملكه. تقول ثقه يعني ولا؟ مو ثقه، انا عارف ولا خبره، تجربه؟ خبره. انا عارف في الشغله هذه يمكن لي 8 الى 9 سنوات. 8 سنين. طيب وش الفرق يعني وش الابداع اللي عندك مو موجود عند الشباب السيارات الثانيه؟ الابداع انا ما احب، انا عندي عيب التقليد هذا ما احبه. يعني ابدع، يعني اطور المقلد هذا، اطور التقليد، ان الناس يعني يقولون في تعديل، في يا شباب لا تقلدون. طوروا. يمكن ان نكون يعني احسن من الغرب، نوصل رساله للغرب ان فيه شعب مثقف في الشعب السعودي في التعديل خاصه. طيب، رسالتك للغرب كيف يعني توجه رساله للغرب؟ يعني هل في رساله من خلال تعديل السياره؟ تعرف الغرب ايش يفكرون؟ لو تقول واحد مثل ايش قالوا جمال هذا حدنا يعني. اي شخص لو تشوف اي امريكي يجي هنا او مثلا اي واحد اوروبي يجي هنا تقول له ايش اسمه المدن اللي هو الشرق الاوسط. عشت في امريكا ولاحظت؟ لا ما عشت في ثقافتي انا، في انترنت الحين خلاص العالم تقول ضغط الزر العالم كله يشتغل. يعني يشوفون ان السعودي او يشوفون الشخص العربي او المتوسط، يعني الشخص كذا تشوفون؟ لا انا اشوف انه ينظرون نظره، رايتهم كذا، نظرتهم في نقطه معينه، ما وش اللي ممكن انت يعني تنظر لهم من خلال السياره هذه؟ يعني التعديل هذا وش تسوي؟ هم لهم نظره معينه. ينظرون لك اصلا انك انت شعب مستهلك. ما ينظرون لك شعب مبدع. انا بوصل لك انه دائما المبدعين العرب دائما تشوفهم بالغرب، ما تشوفهم هنا. شو اسمه، حتى لو صار في البلدان العربيه محدود مقتول، لكن في الغرب لو يروح تشوفه يبدع، يطور مجاله.
لان هنا عندنا يا شيخ انا اشوف واحد مثلا تعديل سيارتي هذه مريض يقول والله ما شاء الله مبدع، يمكن ذا فئه، لو نقول مثلا في العشرة قلنا اثنين اللي ينبرون لك المبدع، لكن العشرة يقول مريض نفسه. من وين جت هذه يعني انا نظرة انا شفت مثلا أنا بعض الشباب نزلوا في مواقع يعني كان في ناس لدرجة ان كاتبين الله يشفيه والله العدو نعمة كذا يقولون، ويكون كذا ينظرون نظرة يعني انا والله استحي اقول الشباب المشاهدين، انا احترم المشاهدين الموجودين الحين كيف؟ احترمهم من الكلام يا اخي الواحد يجرح. قل لي ولا احنا من خلال برنامج جيل 21 احنا نبي انت تقول توصل رسالتك، يعني تنقل وش قاعد يصير لك. هو هذا اللي صاير. وش يقولون؟ هذا اللي صاير، هذا التحطيم. ما في يعني يقولون انه مثلا نقد بناء او انه عشان يبنيك او انه يعدلك، او شافك مثلا انت مثلا في طريق معوج يوصل لك في طريق مستقيم، لا يهدمك، يبي يسوي جدار في وجهك، يبي يسوي حفريه في وجهك. ليش؟ اكثر شبابنا هنا اللي تشوفهم، اكثر الشباب اللي هنا تشوفهم معدلين مبدعين في سياراتهم، صدقني ترى كلهم محطمين، ما في ابداع عندهم. ليه؟ لأن ما فيه دعم، ما حد يتبناهم. ما يتبناهم. انا ايش فايدة اليوم؟ انا